حضرنا اليوم الليل في مناضل الرفيق عبد الحليم البقالي. من بعد ارجاعه من النقد استجابة لطلب النقد الموجه من طرف النيابة العامة. اتضح لنا اثناء المرافعات تدخلنا في مجموعة من الدفوع الشكلية ترتبط بكون ان القرار محكمة النقد يجب ان يتوفر فيه وفقا لمقتضيات المادة 548 من قانون المصالح الجنائية اسماء اطراف النقد، حيث تبين لنا بان الاسم عبد الحليم البقالي باعتباره هو الطرف الرئيسي في هذا الملف غير وارد به، وبالتالي هذا الفصل جاء على سبيل الوجوب وفق هذا المسائل يعرض هذا القرار وبطلان. المحكمة لم تستجب لهذا الطلب، وناقشت المحكمة استبعاد شهود، سمعت لهم نفوا تواجد عبد الحليم جميع المحطات التي من أجلها يتابع، على اعتبار أنه شارك فيها التجمهر المسلح وكذلك الإهانة والاعتداء على القوى العمومية والعصيان والتحريض والتهديد، وكذلك إغلاق الطريق العام. فهذه التهم كلها نفوها الشهود على أدائهم اليمين القانونية. النيابة العامة استشبتت التصريحات المنسوبة إلى المتابعين السابقين وكذلك إلى بعض الشهود، ولكن الأطراف التي حضرت وحدت اليمين القانونية قالت بأن هذه الأقوال وجدت هذه المحاضر غير منسوبة إليها، وبالتالي لا يعقل أننا نستدعي شهادة تمت أمام القضاء، شهادة قضائية كأداء اليمين، ونرتكز على مجرد محاضر ضابطة القضائية. هذه المحاضر التي جاء شاهد ليس طرفا في النزاع، وصرح بأنه لن محاضر الضابطة القضائية قيل بأنه صرح بأن عبد الحليم شارك في المظاهرة التي أدت إلى إغلاق مكتب الماء والكهرباء، فأكد الشاهد بأن التصريح هو لم تصدر عنه، وبالتالي هو ليس بطرف، وبالتالي نتساءل كيف يعقل أن نعتمد على محاضر نسبت لأقوال الأشخاص لم يقولها، كذلك أن المحكمة استبعاد أحد الشهود، وعندما هي أمامها تبين بأنه غير متوازن وبأنه مختل عقليا، في حين أن محاضر الضابطة القضائية تنسب له أقوال بشكل مسترسل يستحيل أن تصدر عنه، وهو اتضح أن المحكمة أعفته من الاستثناء عليه عندما تبين لها بأنه مختل عقليا وبأنه غير متوازن ولن يستطيع أن ينطق ولو بجملة واحدة مفيدة. لذا نعتبر بأن الحكم أصلا بسنتين هو حكم مجحف، وبأن محاولة إضافة تهم أخرى لحليم البقالي هو مثل ليس فقط بحرية البقالي بل هو مثل كذلك حتى بحرية هذا الوطن، هو مثل استقلالية هذا الوطن. وبالتالي نتمنى من القضاء ينصفنا، نتمنى أن الرياح القضائية التي استمعت لنا بأريحية واستمعت كذلك إلى الشهود أن تنصف عبد الحليم البقالي وأن تنصف هذا البلد، وتحيد من هذا النوع من أحكام وهذا النوع من العقوبات التي لا تحقق لا الردع العام ولا الردع الخاص، بل تنشئ البلبلة والاضطراب في البلد. شكرا.